السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو مميز وجميل جدا جدا وهيعجبكم بإذن الله. بس يا ريت نتابع الفيديو للآخر وما تنسوش تعملوا إعجاب ومشاركة لكل أصحابكم وحبايبكم، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك. نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. هنعمل النهاردة مكرونة نجرسكو، ونبدأ بتوضيب الفراخ بتاعتنا اللي هنحشي بيها. أنا جايبة نص كيلو صدور متقطعة، وفلفل ألوان أحمر وأصفر وفلفل رومي، وبصلتين مقطعاهم قطع صغيرة أو ممكن أعملهم في الكبة، بس أنا بحبها في أقطعها كده. وتوابل بقى، التوابل بتاعتنا طبعا كمون، فلفل أسمر، كزبرة، 7 بهارات، بابريكا، كاري، ملح. وده زيتون مخلي هحطه بعد ما اسوي الفراخ خالص هحطه عليه. نبدأ بقى بسم الله، نبدأ بالفراخ بتاعتنا نسويها بإذن الله ونجهزها. في الطاسة هنزل بشوية زيت واسيبهم يسخنوا جامد، وانزل عليهم بقى بقطع الصدور بتاعتنا، انزل عليهم بيها، اديهم صدمة الاول كده. طبعا اول ما بنحطهم ما بنقلبهمش، احنا بنفردهم بس كده ونسيبهم بنقلبهمش، سيبهم شوية بس على ما يغيروا لونهم. بصوا اما ابدأ اقلبهم من الجوانب خالص كده، الجانب اللي يحس ان هو خلاص بدأ. بصوا من الاطراف كده ابدأ اقلب بالراحة من الاطراف. بصوا هي ما شاء الله بتخرج بقى بسهولة، بعد ما بتبدأ تاخد اللون بتبدأ تتقلب بسهولة. لكن طول ما هي لسه بتبقى تحسي ان هي لازقة، بس هي متبقاش لازقة ولا حاجة، لو صبرتي عليها تخرج لوحدها، تقلب لوحدها سهل وتتحرك معاكي. نشوح فيها بقى شوية حلوين كده، بس ننزل بالتوابل بتاعتنا الأول، التوابل عشان تديها نكهة حلوة وهي بتتشوح. بس التوابل والألوان بتاعتها جميلة ازاي. التوابل طبعا بتخلي الريحة بتاعتها تروح في حتة تانية. أهم حاجة بقى إن الأكلة بتاعت النجرسكو دي، أهم حاجة إن ولادنا بيحبوها وبياكلوها من غير ما يعترضوا عليه. أكيد كل ما نعمل النجرسكو دي الولاد يبقوا فرحانين وياكلوا عادي بسهولة من غير أي اعتراض. ننزل بقى اتشوحت الفراخ شوية، أنزل عليها بالبصل المتقطع بتاعي واديله تشويحة بسيطة كده. المهم إننا منغطيش الفراخ دي خالص، احنا مش عايزينها تنزل مية، احنا بننشف فيه، لأن لما نغطيها هتنزل مية. ننزل بقى بالخضار، الفلفل الأخضر والفلفل الأصفر والفلفل الأحمر. بصوا ألوان الفلفل جميلة ازاي، فلفل الألوان بيدي شكل جميل بجد في أي أكلاتنا. أنا بحاول أدخله لولادي في كل الأكل، لأنه طبعا فيه معادن وفيتامينات عالية أوي، بالذات الفلفل الأصفر فيه فوائد عالية جدا. بصوا بقى الألوان بدخلها كلها في بعضها. الفلفل بجد خلى الفراخ شكلها يروح في حتة تانية خالص. بصوا الشكل جميل بجد، شهي كده يجوع. كنينا بقى نشوح فيها على قد ما نقدر بحيث تنشف خالص من أي سوائل فيها. هي ما شاء الله ما منزلش سوائل ولا حاجة، طول ما انتي كشفاها مش هتنزل سوائل، بتحتفظ بيها جواها، وده أفيد طبعا. غطيتيها بقى هتلاقي الطاسة دي مليانة مية،
عشان كده انا ما بغطيش الفراخ خالص، اي حاجه بشوحها بحب اسيبها مكشوفه كده. بصوا ومع التشويح ما شاء الله استوت. بصوا الصدور استوت خالص. هنزل بقى عليها بفصين توم مدقوقين مفرومين. بصوا التوم بقى بيغير طعمها خالص، بيخلي طعمها بجد جميلة وريحتها جميلة، خلي ليها نكهة كده مميزة. وفي حلة تانية بقى هبدأ أعمل البشاميل بتاعنا، البشاميل الجميل. هعمل ايه؟ هنزل معلقتين زبدة، واجهز بقى الدقيق بتاعي عشان انزل بيه. بحط سنة زيت صغننة مع الزبدة عشان تبقى خفيفة شوية، عشان ما احط الزبدة خالص تبقى تقيلة كده. انزل ب5 معالق دقيق عشان انا عايزة البشاميل بتاعي النهاردة خفيف، مش عايزاه تقيل، انا عايزاه خفيف. النجريسكو بيبقى البشاميل بتاعها خفيف، مش زي المكرونة البشاميل والحاجات التانية، لا بتبقى البشاميل بتاعها أخف بكتير. واشوح فيهم بقى شوية، وانا طبعا غالية اللبن وسايباه يهدى شوية كده. وكان عندي في التلاجة كوباية شوربة دفتها وهحطها عليها. الشوربة برضو بالتعمد ان ما عندكيش خلاص، بس انا بحب دايما بدام عندي شوربة بحطها، ما عنديش خلاص. هنزل بقى باللبن بتاعنا جميل ازاي، جميل جميل بجد. تنينا بقى ندعك فيها جامد ونقلب فيها جامد. هنزل بقى بالكوباية الشوربة اللي كانت عندي واضرب فيهم جامد عشان ما تكتلش، اهم حاجة انها ما تكلكعش معانا، واحنا باذن الله البشاميل بتاعنا مش هيكلكع ان شاء الله. انزل جزء كمان من اللبن عشان اضربه ضربة حلوة كده وخليه يتفك خالص، الكلكعة اللي اتكلكعت دي افكها بسرعة. اضرب جامد لحد ما الكلكعة دي كلها تروح ويبقى البشاميل كريمي وجميل كده. بس انا بحب دايما يا حبايبي احط شوربة، الشوربة بتطعمها اكتر وتخلي طعمها جميل اكتر. مش عايزة تحطي شوربة خلاص الخطوة دي الغيها من البشاميل خالص. بس مادام عندي بحطها، ما عنديش بس بستكفى باللبن وخلاص. انا نزلت بجزء كمان من اللبن عشان اضربه معايا. بصي البشاميل بقى كريمي وجميل ازاي. المعلقة والمضرب وقع مني، حس شلته بسرعة. انزل بقى بباقي كمية اللبن واضرب فيه تاني. تنيكي اهم حاجة الخطوة دي انك تضربيه جامد. كتر الضرب بالمضرب كده بيخليه جميل وكله متجانس مع بعض وجميل. هو بدأ يتقل معايا. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي ايه؟ فلفل والسبع بهارات وملح بس. ما احطش طبعا كمون عشان الكمون ما يغمقهاش. بصوا هو حطيت الفلفل والسبع بهارات ومعلقتين ملح. هم اصلا بصوا قلبت بسرعة بسرعة اختفوا خالص. بصوا بصوا القوام بتاعها بقى جميل ازاي، واللون بتاعها كريمي وجميل. لا تنيني اضرب فيها كمان شوية. انا عايزة القوام يتقل سنة كمان. وهسيبها بقى كده وابدأ بقى اسلق المكرونة بتاعتي. انا كنت معلقة على مية، المية غليت، حطيت المكرونة. طبعا المكرونة النجرسكو بيتحط المكرونة الاسباجيتا بتاعتها سليمة، بتبقى احلى. تحطيها سليمة وتحطيها معاها معلقتين ملح وتقلبيها بقى بالراحة كده لحد ما تنزل كلها جوه الحل. نقلب فيها بالراحة لحد ما تنزل جوه الحلة كلها.
أنا بحب المكرونة لأنها سهلة ومش بتاخد وقت، وصينية واحدة بتكفي البيت كله. بصوا هي استوت ما شاء الله عليها ايه. هبدأ بقى أصفيها وأبدأ أجهز الصينية بتاعتنا. صفيها بقى بالمصفى، سمي الله كده ونكب المية السخنة دي. طبعا ما نغسلهاش، نجرسكو المكرونة بتاعتها مش بتتغسل. أبدأ بقى أجيب المكرونة وأجيب البشاميل وأجيب الفراخ اللي أنا عاملاها، وأبدأ بقى أجهز الصينية بتاعتنا. بالنسبة للفراخ هنزل عليها بالزيتون بتاعنا وأقلبه تقليبة كده، أخلبه كله في وسط الفراخ. الزيتون بيطعم ويديله طعم جميل بقى لما بنيجي ناكلها، بيخلي الطعم مميز شوية. مش عايز لو ما عندكيش زيتون ومش عايزة تحطي زيتون عادي، استبعدي الخطوة دي خالص. هنبدأ بقى نحط البشاميل في الطاجن، نحط كبشتين 3 كده بشاميل في الطاجن ونوزعها في الطاجن كله عشان المكرونة ما تنشفش في الصينية. البشاميل ده بيحمي ان المكرونة تنشف، يبقى في الأرضية كده تحطي البشاميل. بعد كده بقى هنزل بجزء نص كمية المكرونة، أنزل بيها أوزعها بقى في الطاجن كله كده، أنزل بالنص. يعني أحاول أقسم أنا عاملة هنا كيسين 2 على قد الطاجن ده. يعني الطاجن ده كبير ما شاء الله بياخد كيسين. أنزل بقى بالمكرونة كده كلها، أوزع الطاجن كله. ممكن تجهزيها يا حبيبتي قبلها بيوم وتعينيها في التلاجة وتسخنيها تاني يوم، تبقى سهلة. لو عندك مشوار، عندك أي حاجة، يبقى عندك أكل جاهز في التلاجة. بتبقى جميلة على فكرة لما بتبات تاني يوم وتيجي تسخنيها بقى كده، تبقى جميلة. والنجرسكو دي كمان من الحاجات اللي بتنفع في الأفراح والولائم، بتبقى جميلة بجد، والعزومات بتبقى حاجة مشرفة وجميلة وكويسة. وبعدين بخلاف ده وده، هي وجبة كده كاملة متكاملة، مكرونة وبروتين. النشويات مع البروتين مغذية وجميلة. أنا هنا يا حبايبي بعد ما حطيت المكرونة بنزل عليهم بالبشاميل، بوزع البشاميل بوزع البشاميل عليها كلها. بعد كده بقى أنزل بالفراخ بتاعتنا الحشوة، أحشي بيها بقى الصينية. بصوا الألوان يا حبايبي، الألوان شكلها جميلة بجد، شكلها جميلة ومدورية زي بصوا. نزلت بقى بالحشوة كلها، أكمل بيها الصينية زي. بصوا الشكل بقى جميل أوي ازاي. فراخ مع الزيتون مع الفلفل الألوان والفلفل الأخضر، عامل الألوان جميلة بجد، الألوان جميلة أوي. ما شاء الله، بألف هنا وشفا. جربوها يا حبايب قلبي وإن شاء الله تعجبكم. كفاية إنها هتعجب البيت كله، مش هتعجب ولادنا بس، هتعجب الكبير قبل الصغير. هنزل بقى على الحشوة كده بشوية بشاميل كمان، أطعمهم بيها بحيث اما تيجي تتاكل كده تبقى كلها غرقانة في البشاميل وساحة من البشاميل كده وجميلة. بصوا شكل البشاميل بتاعنا كريمي وجميل ازاي، خفيف وكريمي وجميل، ولا كلكع مننا ولا حاجة ما شاء الله. انك انت بتخدميه كويس وانت بتعمليه، كتر ما تظبطيه وانت بتعمليه وتنيكي تعمليه بالمضرب كويس تبقي خدمتيه. هنزل بقى على البشاميل بشوية جبنة موتزاريلا. انشف شوية بصوت، ما عندكيش عادي ممكن تلغي الخطوة دي خالص، بس هي بتطعمها شوية وتخليها جميلة. وبالذات في نص الحشوة كده بتبقى جميلة، وهي بتتاكل بتبقى جميل.
وانزل بقى بباقي المكرونة، بقية المكرونة اللي عندي اوزعها بقى على الوش كده بالراحة. ولو حد بقى عامل دايت او حاجة ممكن نشيل الخطوة بتاعة المكرونة الموتزاريلا دي خالص، لان بيبقى سعراتها الحرارية عالية. واللبن ساعتها اللي بنستخدمه في البشاميل نخليه لبن لايت من غير اي دسم خالص. بصوا مكرونة ما شاء الله، انا بحاول اغطي اي جوانب ما فيهاش مكرونة، بحاول ان انا اوزعها على الاماكن اللي ما فيهاش عشان تبقى كلها متساوية وحلو. بدأت ان انا اساوي بايدي كده، معلش اعذروني انا مش بحب استخدم ايدي، بس بحاول اساويها بس كده لان المكرونة مش مظبوط، ما كانتش مظبوطة. انزل بقى بباقي البشاميل عليها، حط بقى البشاميل كله زي عشان نخليها جميلة. بشاميل كل ما تكتريه على الوش كده بيبقى جميل، تبقى غرقانة في البشاميل كده بتبقى جوسي وجميلة. أنا عندي ولادي أول ما يعرفوا إني أعمل نجرسكو بيبقوا طايرين من الفرح، بيستنوا أصلا اليوم اللي أعمل فيه النجرسكو، مش زي بقى الأيام التانية يقعدوا يعترضوا عاملة أكل إيه يا ماما أقول كذا، يقعدوا يعترضوا ويبوظوا ويكشروا. لا الأكلة دي بالذات محدش بيعترض عليها. أكمل بقى البشاميل أساوي بيه كله، وزعه عليها كلها، شربها كلها من بشاميل، غطيها كلها مخليش أي حاجة باينة منها من البشاميل خالص. بقيت بقى الجبنة اللي عندي أوزعها برضه على الوش كده، والجبنة الموتزاريلا دي بعد ما تستوي في الفرن نص سوا كده أطلعها وفرشة أدهنها زيت، وأوصل الوش بتاعها عشان الموتزاريلا ما تنشفش وتبقى ناشفة. لما بتوصيها زيت كده وتيجي بقى تفتح الشواية على المكرونة عشان تتحمر الوش بتاعها بتبقى طرية وحلوة، لكن لو سبتيها كده من غير ما تدينيها الزيت تبقى ناشفة أوي. بصي شكلها بقى كده خلصت صينية المكرونة الحمد لله، ودخلناها الفرن. شوف شكلها بقى بعد ما طلع، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميلة جميلة بجد قوي. بصوا الشكل بتاعها النهائي جميل. هقطع بقى قطع كده ووريها لكم. انا بحاول استنى عشان تبرد بس الولاد مش صابرين بصراحة، فانا قطعت حتة. هي المفروض الافضل اننا نسيبها تبرد خالص ونقطعها، بتطلع القطعة بقطعتها كده، لكن كده بصي بادئة بقى عشان لسه لسه سخنة، بس هما بقى مش صابرين جعانين. بصوا الشكل بتاعها، البشاميل اللي سايح منها ونازل ازاي، بجد جميلة جميلة جميلة، جوسي خالص وجميلة ازاي. بألف هنا والشفا اللي ياكل يا رب. متنسوش بقى تقولي رأيكم ايه في التعليقات، وجربوها، يا ريت تجربوها بنفس الطريقة بتاعتي كده هتعجبكم أوي. الطريقة دي أنا بصوا معتمداها بقالي سنين ماشية عليها بالنظام ده، ما بغيرهاش. بس الشكل ما شاء الله جميلة جميلة بجد، بألف هنا وشفا اللي ياكل يا رب. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني.
لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد. استنونا إن شاء الله في وصفات تانية كتيرة سهلة ومميزة. دمتم بخير وبحفظ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.